السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سيد احمد صابر مع سعادتك. اهلا يا دكتور، ازيك؟ الله يخليك يا دكتورنا العظيم، ازاي ما عليك؟ العفو 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 يا دكتور. والله انت يا دكتورنا العظيم ورجل يعني عز فيه الرجال، والله رجل عز فيه الرجال. ده كتير عليا والله العظيم. 3 انا كنت لسه بقول ده لإخوة موجودين معانا، قلت لهم هذا الرجل حتى اللي يختلف معاه يحترمه على الأقل في ثبات رأيه وثبات موقفه في وقت الكل بيبيع كل عمال بيسقط. يكفي انك تلاقي راجل زي ده حتى لو اختلفت معاه تحترم فيه صموده، تحترم فيه ثبات موقفه، بالرغم انه لو عايز يبيع في لحظة ويبقى في كل الفضائيات ويبقى على رؤوس الناس كلها زي ما غيرهم بيبيعوا وغيره. انت نموذج يا دكتور يحتذى بيه والله. وانا يعني اقدر لك علمك واقدر لك جهادك واقدر لك مقولة الحق اللي بتقولها في رغم قناعاتك، وبتعلن قناعاتك كما هي. ربنا يبارك فيك يا دكتور. متشكر لذوقك ونصحك. الله يخليك يا دكتور. يا دكتور في الحقيقة انت لك محبين كتير جدا وانا عارف على راسي عارف حالة الاحباط اللي حضرتك بتعاني منها واحنا كلنا بنعاني منها، ومقدرين هذا تماما. وانا في الحقيقة اتنبح صوتي يعني في الفضائيات، ويمكن حضرتك بتسمعني وتتابعني وبرضك بنخوض المعارك، لكن انت ليك على الاقل فضل ان انت في خط المواجهة، احنا ورا شوية، فاحنا في الخطوط الثانية، انت في الخطوط الاولى. انا النهاردة بقول الناس يعني الدكتور سيد معرض وهو راكب عربيته واحد اهبل يجي يعمل اي تصرف معاه. احنا هنا اي حد طايش مش لازم يكون منظم. بالظبط، اي واحد بشكل طائش يجي يتعامل بهذا الشكل. احنا هنا على الاقل قاعدين في بريطانيا يعني محصنين ان احنا في مجتمع متحضر، انت حاطط نفسك ما فيش شك في مخاطرة شديدة. لكن انا اللي بقصده من المكالمة انك لك محبين قد يكون صوتهم واطي، لكن كثر مثقفين نوعيات يعتد بيها وعايزين يعبروا لك عن مودتهم وحبهم وشكرهم. مش عايزين منك حاجة غير انك انت فقط تسمع منهم يعني اعجابهم بيك وتقديرهم لشخصك الكريم ولعلمك. ليه؟ لان احنا لن نتركك لوحدك ابدا، لان لو تركناك يبقى هنترك الاخرين وتسقط البلد فريسة. يكفيني ده يا دكتور، يكفيني كلمة انكم مش تتركون وان يكون فعلا ده قولا. دي حقيقة. يعني تعرضت مع الاسف الشديد كتير باقوال كثيرة جدا عند الموقف ما يتعود فيه الرجالة الكتير اللي كانت هنا. والله كتير جدا انما يعني كل محبيني انا على راسي وفوق، وانا خدام كل الناس. ربنا يخليك. هم في الحقيقة دكتور طلبوا مني، انا في الحقيقة عامل منتدى، والحمد لله المنتدى نجح جدا، يضم نخبة من المصريين اللي موجودين في الخارج، ناس كلهم افاضل، والتقينا كلنا مسلمين ومسيحيين على عنوان واحد، ان مصر للجميع، Egypt for all. بتعبر عن ان مصر العظيمة هي مصر لما كان فيها كل الناس، لما كانت بتستوعب كل الناس وما كانش حد بيتسأل انت دينك ايه ودين ابوك ايه ودين امك ايه. كانت هي دي مصر العظيمة اللي احنا عايزين نرجعها مرة تانية، مصر للجميع بعيد عن اي اعتبارات. الحمد لله الدعوة دي استقطبت عدد كبير جدا من الناس، انا بعتبرهم نخبة او اليت المجتمع المصري اللي سواء عايش منه في مصر او عايش منه في الخارج. وانا في الحقيقة في هذا الملتقى استضفت عدد كبير جدا من السياسيين، كثير منهم تربطني بيهم علاقات شخصية، زي الاستاذ جورج اسحاق كان مدرسي في مدرستي في الاعدادي، ومنهم الدكتور ممدوح حمزة، واسماء كثيرة جدا، اخرهم كان خالد يوسف امبارح معانا، والاستاذ مفيد فوزي، وكلهم في الحقيقة بيتكلموا عن المعاناة اللي بدأ يعانوها. النهاردة الاستاذ مفيد فوزي بيقول لي انا يوميا الصبح بيجي لي 20 مكالمة استغاثة، ناس بتقول لي نقعد ولا نمشي،
نسيب مصر ولا تنصحنا نعمل ايه؟ قال لي كل يوم والله انا بقوم الصبح بلاقي مكالمات بهذا الشكل. خالد يوسف محاصرينه في مكتبه مسكين، مفيش شغل بالنسبة له، ضاربين عليه حصار شديد، والراجل ايضا بيعاني، وكثير من المبدعين. احنا يجب ان احنا نقف ونساند هؤلاء الناس ونهدئ من روعهم ونقول لهم ان احنا معاكم. حضرتك من اكتر الناس اللي كل الناس كلها طلبت انها توجه لحضرتك رسالة شكر، فقالوا لي ارجوك ادعي الدكتور سيد القمني، مش هنعمل حاجة غير ان احنا نشكره بس ونقول له احنا معاك. فهم بعد اذن حضرتك لو دقيقة، مش هاخد من وقتك كتير، يعبروا عن امتنانهم ليك لا اكثر، وحضرتك هتسمعهم وهم هيسمعوا. اسمح لي يا دكتور. اتفضل. طيب طيب الاخوة والاخوات، معانا رجل انا بعتبره زي ما قال احد الاخوة هنا في الروم واحنا بنتكلم على الدكتور سيد القمني، لما طلع احد الاخوة وقال ان الدكتور سيد القمني ثروة قومية لمصر. والله يا دكتور واحد وصفك كده، قال الدكتور سيد القمني ثروة قومية لمصر، لا يجب ان نفرط فيها، ويجب ان ندعمها، ويجب ان نقف معها. وإن هذا الرجل عندما يأتي إلى الملتقى سأترك كل اللي ورايا واللي قدامي وحاجة علشان أسمعه. الدكتور سيد القمني غني عن التعريف. الدكتور سيد القمني عالم احترم عقله واحترم نفسه، وقدم الحقيقة كما يراها هو دون ما أن يؤثر فيه رأي من هنا أو هناك. تتفق تختلف معاه، لكن تحترم في هذا الرجل صدق العلم مع نفسه، أمانته ونزاهته التي لم تتغير تحت وطأة مغريات كثيرة في مجتمع أصبح النهاردة يلوي ذراع الحقيقة وفق ما يراه هو. اسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتور العالم الأستاذ الدكتور سيد القمني، اللي أنا شخصيا بشرف للحديث معاه واتكلم معاه. اتفضل يا دكتور، الناس سامعينك، كلمة من حضرتك ثم هيتوجهوا ليك بعد كده بالثناء والشكر على جهدك. اتفضل يا دكتور، كلمة ليهم. اتفضل. اولا خالص شكري يا دكتور احمد لدعوتي لمنتجات الكريم، خالص حبي واحترامي اللي بيسمعوني، لان انا بكتب علشان الناس اللي بتسمعوني دي اللي بيسمعوني يتوردوا ويكتروا، وبكتب دافعين حب الشديد ليهم، اللي هو حب الشديد للوطن ولأهل الوطن، بغض النظر عن لون او دين او عرق، حب جارف لبلد اسمها مصر. الامر الثاني الصدق التام مع ما اراه من وجهة نظري صحيحا، بغض النظر انه يعجب مين او ما يعجبش مين، بغض النظر عمن يمدح او عمن يقدح. فما كتبته بحب، رغم انه منهج بحث علمي صارم لا يعرف العواطف. انا اتحدث هنا عن الدافع النفسي اللي جعلني متماسك حتى الان امام اعاصير وعواصف عاصفت بي وانتم تعلمون اكثر من اي كاتب في مصر. لم يلقى كاتب في مصر منذ ايام طه حسين وحتى الان وما قبله ما لقاه الشخص الضعيف. كل اللي اقدر اقوله ان الحصار علي شديد، مهدد في ابنائي كالعادة وبناتي الى حد كبير. انا الايام اللي فاتت كما لاحظتم خلال الشهور الاخيرة تقريبا انا توقفت عن النشر والحضور في الفضائيات، لانه انا مش هقدر اروح فضائية وما اقولش اللي انا عايز اقوله بالظبط، ولو قلت اللي انا عايز اقوله بالظبط يمكن ما الحقش اروح بيتي او اروح على بيتي وولع بعيالي، يعني لانه اصبح الان منفلتين في الشوارع. يعني المسألة مش ان احنا نخشى من تنظيم، نحن نخشى
من لحى لا تعرف تنتمي لمن هذه اللحى منتشرة في الشارع المصري تؤدب وتعاقب وتدخل هذا الجنة وتدخل هذا النار، فسلب الرب أهم وظائفه وخصائصه. خالص حبي للي يسمعوني، خالص احترامي، لازلت أخدم القضية اللي أنا أعتقد إني كلفت بيها. إزاي أنا معرفش، لكن أنا لقيتني مكلف بعمل فأديته، ولا زلت مصر على الاستمرار، مصر على البقاء في مصر رغم كل الدعوات الكريمة والمحترمة التي أتتني من المصريين في المهجر في كل مكان في العالم، محاطا بالتكريم، بالرعاية، بأماكن محاضرات، بدخل جيد ومحترم. ورغم ذلك أنا راضي وقانع بحالي، وبشكر ربنا انه اعطاني ميزة عظيمة، وهي القدرة الهائلة على الاستغناء. يعني ربما ادعى الى مكان لاحاضر في قصر عظيم صحو يدعو اصدقائه عشان يسمعوني، كل ما ارى امامي الشيء كتلفزيون، ارى الناس فقط واحب الناس فقط، لا الجدران ولا الزينة ولا البهرجة شغلتني في يوم من الايام. قضيتي مستمرة اصدقائي، وما تقلقوش من سكوتي. انا وان كنت ساكت ما بنشرش الايام دي، فانا بشتغل مش ساكت، انا بشتغل. كل ما في الامر انه ربما اقدر انشر الكلام ده، وربما ينشر بعد مماتي، انا ما اعرفش. لكن وكان اول خروج لي من بيتي في وفاة صديق عمري الفنان والعبقري والاستاذ والمكتبة العامرة من كل لون، الاستاذ محمد نوح، اللي كنت لازم اكون في عزائه. وانا لم اخرج من بيتي منذ سنوات تقريبا، ولما كنت بخرج او اروح قناة فضائية كنت بخرج بشكل يعني مقرف ومزعج، وحراسات والحارس عليك بيتجسس عليك، ولحد ما اتضربت في قناة ازهري زي ما كلكم عارفين. يعني حتى الطبيب اللي كشف عليا قال ان انا احتاج علاج اقل من 25 يوم، اديني هي 6 اشهر لحد النهارده لمن فيه المكان الكدمات والبطاحات اللي اتضربت بيها. الى هذا الحال وصل الامر في مصر، وانتوا لا ترضوا لزميلكم واخوكم بل وانا خدامكم كلكم في هذا الوطن ان يحدث له ولكرامته مثل هذه الاهانة حتى يأذن الله في الامر. انا بشتغل وبيكم وبحبكم وبدفء حبكم وبالمواقف اللي مستنيها منكم يوم ما تحصل حاجة، انكم تؤازروني وتعضدوني وتقفوا في ظهري.